السلام عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا غايه وبصحه جيده يا ربي. معكم اختكم وحبيبتكم سميه في قناه جهاز عروسنا باي سميه. نقول لكم شكرا على دعمكم وشكرا على الاشتراك تاعكم، وان شاء الله تستفادوا وتلقاو واش تحبوا في هذه القناه. كما راكم تشوفوا الفيديو تاعنا تاع اليوم راح واضح، راح ناخذوا على قنادر. احنا في الغرب نقولوا بدايات وفي الشرق يقولوا قنادر ولا جبب. اذا راح نتكلموا على بدايات القيمه زائد البدايات تاع الدار. اول بدعيه تاع قيمه راهي عندي هذه اللي جايه في لا كولور غوز بيبي. هنا لا كولور تاعها ماريش تبان، وفي صدرها جاي على شكل في، والموتيف تاعها جاي جو على شكل فتله كما راكم تشوفوا. فيها هنايا لي بيير، صدرها جاي طويل يوصل حتى للنصف تاع البدعيه، يعني نقدر نقول عليها شويه جايه شارجي كما راكم تشوفوا. اما لي مونش تاعها جايين 3 كار وفيهم لو ميم موتيف اللي جاي في الصدر، يعني مونش تاعها جايين شابين. اما من تحت فيها جوست هذوك الصومعات، وحده كبيره وزوج صغار، وهذوك الفتحات وهذوك الصومعات فيهم فتحات من تحت جايين 3. هذه البدايه تجي شابه في لبستها، وكتانها جايه في هذه الماتيغ مانيش عارفه اسمها، اللي راهي دارجه بزاف واللي يديروها بزاف في الجلاليب. اللي تكون تعرف اسمها تقولها لي. اما مره ولا ما فيها والو، جايه كامل سامبل، فيها فقط هذيك الحزامه اللي تقدري تسنتري بها البدعيه تاعك. هذه كنت شريتها في الخريف. دوك انا راني نفيلم لكم الفيديو في الشتاء، رانا في فيفري، وهذه كنت شريتها في الخريف تاع 2018. كنت خلصتها 450 وشريتها من مدينه جديده، يعني لقيتها بون بخي. هذه شريتها على جال باش نلبسها في الصباح تاع العروسه ولا في الصبوحي تاع العروسه، مانيش عارفه كيفاش يسموه. يقول لك لازم تلبس العروسه حاجه تكون فاتحه باش تبان فيها، و ميم طون ما تكونش شارجي بزاف، لانه ديجا في عرسها راهي لبست وتصدرت وكامل. ثاني بدعيه تقيمه عندي هذه اللي جايه في لا كولور موتارد، لا كولور تاع الصيف، وماشي جايه شارجي بزاف. صدرها جاي بالجيلاتين، ولي مونش تاعها جايين ديمي مونش يوصلوا تقريبا 3 كار، وفيهم جوست هذاك الموتيف جاي بالجيلاتين. هذا خرجوا هذا العام، وصدرها جاي على شكل في، ومن تحت تجي كامل سامبل ما فيها والو. كتانها كيما نفس الكتان تاع البدعيه الاولى. هذه ايضا فيها حزامه مره ولا جايه وحدها ماشي لاصقه فيها، نسيت باش نوريها لكم. هذه البدعيه جابوها لي في المهيبه تاع العيد، نورمالمون في المهيبه تاع العيد الكبير مع هذوك اللوازم تاع اللحم وكامل. السعر تاعها يكون يتراوح ما بين 350 هكا لو ماكسيموم. كنت سويتهم على ما اظن 350. الوغ انايا هذا النوع من الكتان، اول نصيحه لكم يعني ما تبقاوش تحدوا في الشوره تاعكم، خاصه في هذا النوع من الكتان، لانه راح يعاود يتكمش معكم. كما راكم تشوفوا ديجا انا كنت حددتهم وطبقتهم، كي تعاودي تحليهم راح تعاودي تسيبيهم بنفس الشكل الاول. ولهذا ننصحكم ولا ننصح خياتي يعني الشوره تاعكم ما تحدوهاش حتى تبغوا تلبسوها، يعني وقت اللبس تاعها جبديها حديها ولبسيها. ثاني حاجه هذا النوع من الكتان يشرب، خاصه اذا كانت عندك كيما نقولوا البدايه تاعك طويله. قبل ما تقصيها شنخيها في الماء، بيتيها في الماء وشوفيها اذا قصرت لك ولا لا. ثاني نصيحه البدعيه تاع القيمه تاع الصيف ما نقدرش نقول لكم شحال تدوم من وحده، باسكو كل وحده ومقدورها. وثاني ميم البدعيه تاع الصيف تاع القيمه يعني ممكن تلبسي معهم قفاطا يكونوا خفاف في كاش مناسبه خفيفه، ولهذا كل وحده وشحال تدي. انا راني دايه معايا زوج تاع قيمه بور لو مومون. الان نشوفوا البدعيه تاع الدار. اول بدعيه تاع الدار عندي هذه اللي جايه في لا كولور غوز بومبو، وفيها هذاك الموتيف اللي جاي في النوار. كتانها كيما الكتان تاع البدعيه الاولى تاع القيمه. هذا الكتان راهو عندي منه بزاف، عندي منه 4 بدايات ولا 5. جايه ديمي مونش، ومن تحت تاني جايه
جايه سامبل ما فيها والو، ومره ولا تاني ما فيها والو. والصدر تاعها جاي على شكل في. هذه كنت خلصتها 100,000، كنت شريتها من مدينه جديده. البدعيات تاع الدار تاع الصيف راح تلقاوهم بزاف موان شير مقارنه بالبدعيات تاع الشتاء. هذه حاجه يعني طبيعيه، كل وحده مقدورها. يعني راه كاين اشكال انواع في البدعيات تاع الدار، وممتوعهم يجوا شابين، وسعرهم ما يتراوح ما بين 150 فما تحت. يعني تقدري تشري حاجه تكون بريزونطابل وهي ماشي غاليه بزاف. هذه نصيحه للبنات اللي ماشي خدامات. ثاني بدعيه عندي تاني تاع دار، جايه في لا كولور موف، وفيها الموتيف تاعها جاي في الغوز كلير. هذاك لا كولور الغوز جاي شباب يعني في البدعيه. الستيل تاع البدايه جايه سيري لارج، خاصه اللي جايين طوالات. هاد البدايه يعني التفصيله تاعها يبان فيها غايه الغايه. هذه كنت شريتها 120 من معرض الويزا. ثالث بدايه تاع قيمه تاع دار عفوا، وثاني هي يعني كيما نقولوا ثاني تقدر ديريها بدايه تاع قيمه. هذه اللي جايه في البلونوي وداخلها الجولد، فيها هذه السفيفه اللي جايه كامل توصل حتى لتحت، ولا لي مونش تاعها جايين تاني ديمي مونش، وصدرها جاي على شكل في. كون نقول لكم هذه شحال خلصتها ما تامنونيش شحال. كنت شريتها اذا ما خفتش نكذب عليكم 60,000 من الخيمه العملاقه. راهي في وحده 4 سنين جات هنا في مصغالين. كنت انا شريت وحده والام تاعي شرات وحده لبستها، وانا كنت خبيتها في الشوره تاعي. يعني كي شفت جبت الشوره تاعي وشتها تفكرتها ونخلات انه يعني سعرها ماشي هذاك هو. وشوفوا حتى الكتانها يعني جاي من هذاك المليح، ماشي هذاك اللي يبين من تحت ولا حاجه. هذه تقدري تلبسيها كي يجوك ضياف مع العشيه، ولا كتروحي لداركم، ولا هكا كي تكوني يعني بايزو مسافره مع العائله كبيره وتكملي كامل شغالاتك مع العشيه. البسي حاجه تكون قيمه الله الله، وامامته تكون مستوره. يعني بعد الزواج ما تهملوش ارباحكم. هذه هي خيالتي. الو وعندي ثاني هذا النوع اللي جاي الاستيك اللي كامل تعرفوه، ولا يعني اللون تاعها جايه شغل على شكل جين. هذا هو صدر تاعها عن قرب، جاي على شكل شغل كالدونتيل، وجايك شغل هنايا شويه يبين لازم تلبسي معها حاجه. جايه هنايا ديمي مونش، وجايه الاستيك تجيكم ضيقه منا، ومن بعد سيريلاج يعني ومن بعد تقعد تعرض من الاسفل كما راكم تشوفوا. الموتيف تاعها من نفس الكتان. هذه كنت خلصتها 120 ثاني ايضا. وشرو لاطاي اللي تكون كبيره على لاطاي تاعكم، باسكو انا نلبس ام، وهذه شريتها اكس ال لانه جايه الاستيك، ولهذا يعني راح تلصق عليكم اللحم. ولهذا حاولوا تشروا من هذا النوع اللي تكون يعني فلاطاي تاعها كبيره. واخر بدعيه تاع الصيف اللي عندي هذه اللي جايه في الزاغ وجايه سوس دي، يعني هذه بارده وخفيفه خفيفه بزاف. يعني صراحه انا هذا النوع تاع السوس دي ولا مش عارفه كيسموه يعجبني بالبزاف. جايه هنايا السر تاعها جايه على شكل كاري، وفيها هنايا هذا الحزام، وجايه يعني جايه ستوندار يعني طاي وحده. وهنايا جايه ديمي موش هذه الطريقه. يعني هنايا يعني فيها نفس الموتيف من تحت. وهنايا فيها هادو العتبه تاع الورد. البدايه تاع الدار يعني نديتهم عند الخياط ونقصت منهم لانهم جايين يطول، يعني مشي هذا هو الطول تاعهم الحقيقي. نصيحتي لكل البنات اللي راهم مقبلين على الزواج، نقولكم انه البدعيه تاع الدار خاصه اذا كنتي يعني ساكنه مع العائله الكبيره راح تسحقيهم بزاف 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 بزاف. هذه عن تجربه.
وعندي يعني لا فامي تاعي اللي تزوجوا كامل، لانهم يعني تعرفوهم على عرق كامل نبغوا كل يوم ندوشوا خاصه الصيف. ولهذا حاولي تدي على قد ما قدرتي من البدعيات. اذا احباباتي هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ومديتكم كامل النصائح خاصه للبنات اللي ماشي خدامين. اما اللي راهو عندها وراي خدامه يعني تقدر دير واش تبغي واش حبت. اما النصيحه الاجماليه للخدامه واللي ماشي خدامه هي ان البدعيات تاع الدار تاع الصيف كتري منهم وما تخافيش، لانه راح تحقيهم بزاف بزاف. هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تبخلونيش بجيم والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس، واعطوني رايكم في خانه التعليقات، والى الملتقى ان شاء الله.